جدعان، النهارده الاهلي كسب 5. كسب النهارده حرس الحدود 5، بس بالرغم ان هو كسب حرس الحدود 5، بس انا والله العظيم متضايق. الله لا يسامحك يا مستر كولر. بالله عليك، ده سكواد ما ياخدش افريقيا. يعني سيبك من فريق حرس الحدود، مع احترامي هو فريق مش اقوى حاجه وما شفناهوش خالص. بس فاكر ماتشك مع حرس الحدود في الدور الاول؟ فاكر خلص ازاي وفين وامتى؟ خلص 1-0 بالعافيه، جون بن شرقي، فاهم؟ فاكر؟ الله لا يسامحك يا مستر كولر. ماله قفشه يا مستر كولر؟ عايز افهم ماله قفشه. انت شفت الجون الرابع النهارده؟ شفت لمسه قفشه؟ ما هي يا جدعان الكرة كده سهله، لمسه جون. هل احمد رضا يا مستر كولر كان بيعمل كده؟ يا عم هو قفشه، يا عم مش افشخ واحد في الدنيا، والله انا عارف. بس يا باشا نزله نص ساعه كده، تلت ساعه يا عم، 10 دقايق يمكن يعمل لك اي حاجه. ما انت ياما نزلته وعمل لك حاجات، تعبته 10 دقايق و20 دقيقة وعمل لك حاجات يا باشا قبل كده. الله لا يسامحك يا مستر كولر. طب بلاش قفشه يا مستر كولر، ماله عمرو السولية؟ يعني اللي احنا اتوهمنا ان عمرو السولية ده منتهي خلاص، مفيش منه اي حاجة. مهما عمل ومهما سوى خلاص ده كده انتهى. شفت النهارده عمرو السولية؟ شفتوا الماتش اللي فات بتاع بتروجيت؟ انا بالمناسبة ما اتفرجتش على ماتش بتروجيت ده طبعا، لانه كنت فقدت الشغف بسبب برضه يا مستر كولر. فشفت عمرو السولية، شفت الماتش اللي فات جاب جون. الماتش ده ما شاء الله انا نسيت انه في حاجة اسمها كرة طولية من ورا لقدام، بس النهاردة افتكرتها لما شفت عمرو السولية. ماله بقى عمرو السولية؟ يا عم خليه عمرو السولية كبر وتعب وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب ليه ما يلعبش نص ساعة في اي ماتش من الشهرين او ال3 شهور اللي فاتوا، اللي ما شفتوش حتى شارك نص دقيقة؟ ليه ما يلعبش عمرو السولية نص ساعة؟ على الاقل لعيب خبره، لعيب عارف يتعامل، هيبقى عارف يتعامل مع الماتش ازاي. لو انت الدنيا متقفله عندك ومش عارف تهاجم، هو هيفتح لك، هيخرجك، هيطلعك بالكوره. يعني الراجل انا النهارده شفته الوحيد في نص الملعب اللي بيستلم الكوره ظهره للملعب، وعارف يلف بالكوره ويخلي وشه للملعب ويعمل اوفر او يباصي على الارض. الوحيد اللي شفته بيعمل ده النهارده. مروان عطية كالعادة ما بيعملش ده، دايما ياخد الكورة، لو في ضغط عليه يقوم باصي ورا وخلاص. وانا عارف انه دي امكانيات مروان عطية من زمان ومتفهم ده، ويكفي جدا ان هو قايم بدوره كمركز رقم 6 بشكل كويس. لكن بقى لقدام، مين بقى اللي بيطلع لك الكرة لقدام؟ كنت انت حضرتك بتلعب جنب مروان عطية اكرم توفيق. ليه يا مستر كولر؟ عايز افهم، انا دي عايز افهمها. انت كان مشكلة الاهلي الفترة اللي فاتت هي المركز ده، مركز رقم 8. ليه بقى مركز رقم 8 في ظل وجود عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة؟ مركز رقم 8 ده يلعب فيه أكرم توفيق. أنا نفسي أفهم. فالله لا يسامحك يا مستر كولر، علشان إحنا كان في إيدينا فرصتين في أسبوعين، فرصة نخلص بيها الدوري، وفرصة نبقى في فاينل دوري أبطال أفريقيا. حضرتك بكل سذاجة، واللي يزعلك مش ان انت خسرت، ما هو وارد تخسر، تمام، وارد تطلع من البطولة، وارد حاجات كتير. بس اللي يزعلك ان انت مش باين ان انت عملت اللي عليك كأهل، يعني كفرقة. انت على ارض الملعب، تعال اتفرج كده على ماتش بيراميدز، ولا اي بتنجان في الحمام، عشوائية واستهتار ولا مبالاة ومفيش كده، مش عارف مين بيلعب ايه فين ازاي امتى، ما حدش فاهم حاجة. نفس الكلام في ماتش سان داونز، لا بدأنا الاول كويس، ماسكين كورة وبتاع وبنهاجم وبتاع وجبنا جون، شكرا احنا جبنا جون. طب ما نعزز الجون ده بجون تاني؟ لا، قفل بقى 19 لعيب ورا، وقفل علشان ما يجيبوش جون. تلبس جون ساذج عبيط في اخر دقيقة. فكان ماله قفشة؟ بلا احمد رضا ماله قفشة؟ كان ماله عمرو السولية؟ ما كان اكرم توفيق في الكام شهر اللي فاتوا دول؟ ماله علي معلول؟ صحيح يا مستر، عايز بقى ده افهمه بقى. مع علي معلول ده، انا قلت علي معلول ده خلاص يعني يجيب بعد كده كرسي بعجل نمشيه عليه، نقعده عليه ويمشي عليه. ماله بقى؟ انا عايز افهم كده، علي معلول كان ماله؟
علي معلول النهارده نزل عمل نص ساعة ما عملهاش كوكا طول الماتش. شوف فرق السن بقى، وفرق ومش عارف ايه. والله مش كوكا جاب جون النهارده، والله ما عمل اللي عمله علي معلول في 20 دقيقة او 25 دقيقة. علي معلول عمل لك 3 اسيست ب3 جوان، لولا الرعونة اللي كانت عند امام عاشور وسوء الحظ اللي كان عند جراديشار. فماله علي معلول يا مستر كولر؟ ما هو برضه الظلم وحش. ما هو انت لما تسافر ما تاخدش لعيب معاك زي علي معلول، يا عم ما تلعبوش، ما عنديش مشكله مع كده، لكن انت سايبه ليه تلعبه مع الناشئين؟ ليه يا مستر كولر؟ الدوري خلينا نقول بنتائج النهارده: خساره بيراميدز، فوز النادي الاهلي الخماسيه، يرجعنا للامل في الدوري شويه. في فرق نقطه في 4 ماتشات، الموضوع مش صعب، كل اللي مطلوب منك تفوز ال4 ماتشات. هو بقى بيراميدز فاز، خسر، تعادل، اتعثر، ما اتعثرش، هبقى مبسوط جدا ومتكيف لو انت كسبت ال4 ماتشات وعملت اللي عليك. بس اعمل اللي عليك بقى ومالكش دعوه باي حاجه تانية. عملت اللي عليك خلاص، شكرا، مش عايز بقى، انا مش هسألك في حاجه تانية. تمام. اتكلم بقى على ماتش النهارده. ماتش النهارده اداء كويس جدا. عماد النحاس ما شاء الله لعب على نفسية اللعيبة، أهم حاجة لعب عليها، لأنه فعلا كلنا نفسيتنا متدمرة بعد اللي حصل في نهائي أو نص نهائي دوري الأبطال مع ماتش سان داونز. بس هو لعب بشكل كويس على نفسية اللعيبة، خرج اللعيبة من المود بتاع الانهزامية اللي وصلت لهم بسبب اللي حصل. والفرق باين ما بين ماتش النهاردة وما بين ماتش بتروجيت. بلس في كاريزما كده ما شاء الله عند كابتن عماد النحاس، وهادي وراسي، واكيد هيكون ليه دور في الجهاز الفني الجديد. طبعا زي ما قلت في اول الفيديو، فريق حرس الحدود مع احترامي ليه فريق مش اقوى حاجة، لكن برضو كان الاهلي ظاهر بشكل كويس النهاردة. كان باين انه بيلعب بدون ضغط، وباين ان هو خلاص نتيجة النهاردة بتاعت ماتش بيراميدز دي دخلته تاني في المود، وهينافس على الدوري خلاص، هو ما استسلمش، ودي حاجة كويسة. لكن في شوية لعيبة النهاردة كده عليهم علامات استفهام. أول حاجة إمام عاشور حضرتك ما بتلعبش في فريق فردي ولا بتلعب لعبة فردية، وحضرتك الهدف في اللعب في النادي الأهلي، في أي نادي عموما، بس احنا كأهلي يعني يبقى الهدف مش أهداف شخصية خالص، الهدف لازم يبقى هدف جماعي. الهدف الجماعي ده هيتحقق ازاي؟ لما حضرتك تلعب بجماعيه. انما هتلعب لوحدك وتاخد الكره تشوط وتاخد الكره ترقص ال 19 لعيب اللي قصادك وتهاجم لوحدك والكلام ده كله مش هياكل. في 9 لعيبه ولا 10 لعيبه جنبيك، يا ريت حضرتك تلعب معاهم ويلعبوا معاك، عارفين ان انت احسن لاعب في مصر، وعارفين ان انت بتنافس على هداف الدوري، بس مش بالشكل ده. اتمنى تلعب بجماعيه اكتر من كده، او لازم يكون في تدخل من الاداره الفنيه. لو فضل بالشكل ده كده واتكلمتوا معاه اكتر من مره، عادي ممكن يقعد له على الدكه شويه عشان يعرف يلعب بجماعيه اكتر من كده. تمام. ده بالنسبه للاستاذ امام عاشور. بالنسبه لاشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي هو كان جاي، وانا متفاهم حاجه زي كده، لكن عندي تعليق. كان جاي عنده حماسه ومتحمس كده، وهلعب في الاهلي وبتاع ولاعيب كبير ومش عارف ايه، وهوبا هوبا هوب، مره واحده لقى نفسه بيقعد دكه، مره واحده الحماسه دي هبطت مره واحده. انا متفهم حاجه زي كده، بس حضرتك المفروض لعيب محترف ولعيب دولي ولعيب كبير، ما يبقاش اللعيب الكبير ده مزاجنجي خالص، ولا يبقى حاجه تاثر فيه. المفروض يعني انا شفت النهارده وسام ابو علي، ودي انا بلاحظها فيه على طول بشكل مستمر. وسام ابو علي عنده تحدي مع نفسه ممتاز جدا، وعنده احترام لجمهور الاهلي كبير جدا. قول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. وسام ابو علي بيلعب، هو انا نازل اجيب جون، انا هلعب النهارده عندي تارجت اجيب جون، فبينافس نفسه على ان هو يجيب جون، سواء بقى كان قاعد دكه قبل كده، ما بلعبش، اتصاب، حصل اللي حصل معاه، بيبقى نازل عنده تارجت، وعارف ان الجمهور زعلان او هيزعل لو انا ما جبتش جون النهارده، ولما بيجيب جون بيبقى فرحان جدا مع الجمهور. فدي حاجة كويسة في لعيب زي وسام ابو علي. انت بقى يا استاذ اشرف بن شرقي لازم تكون عندك نفس الحساسية دي،
لازم، مش المفروض عشان قعدت دكة او بتتبدل في الماتشات او يبقى خلاص الحماسة اللي عندك تروح وتفقد الشغف والكلام ده كله. لا، انت المفروض تحاول تثبت نفسك. فانا متفهم اشرف بن شرقي والطريقة اللي اتعامل بيها من مستر كولر، لكن مش ده السبب اللي يخليك بالاداء ده. كرة في ملعبك، منتظرين منك كتير. زي ما انت شايف مركزك مليان وحوش، ولسه في وحوش جاية. في حسين الشحات، وفي عندك طاهر، وفي عندك لسه جاي زيزو، وفي عندك لسه جاي تريزيجيه، وإمام عاشور ممكن يلعب في المكان ده، وعندك ما شاء الله ليلة. فعادي، انت مش اكبر من ان انت تقعد دكة، ومش اكبر من اللعيبة دي. يعني هي مسألة تنافسية، احسن حد في الخمسة دول ولا الستة دول هو اللي هيلعب. الموضوع مش متوقف على اسامي، الموضوع متوقف على جهد وشغل واداء. انا شفت النهارده حسين الشحات عمل برضو ماتش كويس بالرغم من عدد الدقائق القليله اللي لعبها. طاهر محمد طاهر بسم الله ما شاء الله بيستوي يوم عن يوم. مان اوف ذا ماتش النهارده طاهر. تمام. شفت النهارده برضو اداء كويس جدا من السولية زي ما قلت. علي معلول، الواحد زعلان، الواحد زعلان يا علي يا معلول. ياسر، هاني، يعني الفريق ككل النهارده كان شكله كويس. كان تعليقي بس على زي ما قلت اشرف بن شرقي وامام عاشور، اتمنى يتداركوا الاداء السلبي بتاع النهارده ده. وزي ما قلت الكوره في ملعبنا، اكسب الاربع ماتشات بتوعك، مالكش دعوه بقى بيراميدز هيعمل ايه، هيخسر، هيكسب، هيفوز، هيتعادل، مالكش دعوه. اكسب بس الاربع ماتشات بتوعك وانا ابقى كده مرضي، وربنا يوفق في اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.